السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على جميل إحسانه، وصلاة ربي وسلامه على سيد الخلق محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. مستمعين الكرام، مرحبا بكم في الحلقة الثانية من برنامج فتاوى، التي نتحدث فيها عن بعض المسائل الفقهية المتعلقة بشهر رمضان المبارك. أرحب بفضيلة الشيخ الدكتور حسن سلمان. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله، وأهلا وسهلا بالمشاهدين. مرحبا. مستمعينا الأعزاء، يسعدنا أن نستقبل أسئلتكم ومشاركتكم عبر وسائل التواصل الاجتماعي. بداية شيخنا، وردتنا بعض الأسئلة. السؤال الأول يقول أحد الإخوة: هل تصح القراءة من المصحف في صلاة التراويح؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا الصيام والقيام، وأن يعيننا على ما تبقى من شهر رمضان المبارك، يعيننا على صيامه وقيامه وعلى الصلة فيه وعلى الإنفاق في سبيل الله، وأن يجعلنا ممن يخرج في نهاية هذا الشهر وقد حقق مقصود التقوى ومقصود الرشد ومقصود الإحسان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يقول الله سبحانه وتعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. بالنسبة لمسألة الصلاة، لو كان الإنسان حافظا فالأفضل أن يقرأ من حفظه، سواء كان ذلك في الفرض أم في النافلة. ولكن بما أننا في النوافل خاصة في رمضان يحرص الناس أحيانا أن يطيلوا القراءة وأن يكمل على الأقل بعضهم مثلا القراءة كاملة، يعمل ختمة مثلا في شهر رمضان ولا يكون حافظا، فإنه في هذه الحالة فلا حرج من أن يقرأ من المصحف وأن يتلو كتاب الله سبحانه وتعالى من المصحف. هذا لا حرج فيه إن شاء الله في الصلاة النافلة. وهناك سؤال: ما حكم ما قضاء الصوم عن المتوفى؟ مسألة النيابة في الأعمال، هذه طبعا تدخل في ما يسمى في الفقه مسألة النيابة في الأعمال. فهنالك على كل اختلاف بين الفقهاء في مسألة النيابة، بين من يجيز مثلا النيابة في الأعمال البدنية ومن لا يجيز النيابة في الأعمال البدنية ويجيزها في الأعمال المالية. وعموما الضابط في ذلك هو قول الله سبحانه وتعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وحدد على الأقل الثلاث. ولكن على كل الخلاف أيضا نابع من أنه إذا كان الإنسان انقطع عمله الخاص به الذي يعمله هو، هل يعني ذلك أنه لا ينتفع بأعمال الآخرين؟ فإن قلنا لا ينتفع مطلقا تأتينا مشكلة في أننا نحن الآن المسلمين المؤمنين مثلا يدعون للأموات ويدعون لمن في القبور وإلى غير ذلك. فالمسألة على كل فيها متسع إن شاء الله فيما يتعلق بالأعمال. وإن كان هنالك حديث على كل في موضوع الصيام على وجه التحديد، وفي موضوع الحج على وجه التحديد أيضا، في أن من كان حاجا لنفسه فإنه مثلا يجوز له أن يحج للمتوفى. ولكن إشكالية الصيام أنه عملي بدني محض. هنا الخلاف، الحج فيه الزاوية بتاعة المال، والأعمال المالية بشكل عام لا حرج فيها أن ينيب شخص عن شخص، يمكن أن يدفع شخص عن شخص، يمكن أن يقوم نيابة عن الشخص. لكن هل فيما يتعلق بالأعمال الأخرى غير المالية، أعمال البدنية التي يفترض أن يقوم بها الشخص بنفسه، هل فعلا يصح أن أقوم أنا مثلا بالصوم؟ فمثلا ورد في الحديث أنه جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم أنه توفي مثلا قريب لها أو والدها، فتقول: توفي وعليه صوم أفأصوم عنه؟ توفي وعليه صوم أفأصوم عنه؟
فالذين قالوا بأنه يجوز بأن الإنسان يصوم عن من توفي وعليه صوم استندوا إلى هذا الحديث. ولكن الذين منعوا الصوم لأنه عمل بدني قالوا بأن هذا الحديث هو في صيام النذر وليس في صيام الفرائض الأخرى، لأن الفرائض متعلقة بالشخص في نفسه، وموضوع النذر هو دين، ودين الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دين الله أحق أن يقضى. فعلى كل الذي تميل إليه النفس في هذا الموضوع على وجه التحديد إذا كان الإنسان اتصل مرضه، ظل مريض في رمضان واستمر معه المرض حتى الموت، فهذا عاجز لا صوم عليه أصلا. هذا لا صوم عليه أبدا، لا صوم عليه، لأنه لم يتمكن أصلا من عملية القضاء. طيب لم يتمكن من عملية، لكن لو أننا افترضنا أنه والله أفطر في رمضان ثم دخل عليه شوال وذو القعدة وذو الحجة وتوفى في محرم وكان عادي، ولكنه فرط في هنا على كل نميل إلى مسألة الفدية، لا نميل إلى أن الإنسان يصوم على الإنسان في صوم الفرض، لكن يمكن أن يطعم عنه، يمكن أن يطعم عنه، لا. فننزلها منزلة الشيء المالي وليس منزلة الشيء التعبدي، وهذا خروجا من دائرة التوسع في النيابات. دائرة التوسع في النيابات، في النيابات كما يقول العلماء الصحيح فيها أن نتقيد بحسب الإمكان في النصوص الوارد فيها على الأقل أدلة معينة في أن تجوز فيها النيابة. طبعا هنالك مذاهب، الآن أتكلم هنا طبعا عن مايل إلى المذهب المالكي في الفتوى، لكن مذهب الشافعي مثلا يوسع في النيابات، يوسع في النيابات بحيث والله يمكن أن تهب القرآن ويمكن أن تصوم ويمكن في أشياء كثيرة جدا وسع فيها المذهب الشافعي. فعلى كل الذي ننصح به أن الإنسان أول عليه إذا كان أفطر ثم شفاه الله سبحانه، أفطر لمرض فشفاه الله سبحانه وتعالى، أن يعجل قدر الإمكان بالقضاء. ولكن إذا حصل تفريط والإنسان ما تمكن، فإن كان هذا الصوم صوم فريضة فالصحيح أنه لا يصوم شخص عن شخص، ولكن يمكن أن يخرج له الفدية أو يخرج له إن شاء الله الكفارة يعني، لكن لا ينوب شخص عن شخص في موضوع الصيام بتاعت رمضان. وما حكم أخذ الإبر حقة الأنسولين؟ حقن الأنسولين هي ليست من باب الطعام ولا الشراب يعني، لا هي طعام ولا هي شراب، بقدر ما هي علاج يعني ما يضر فيه، لا حرج فيه، يجوز نعم. كيف يكون إفطار الصائم في الجو المسافر؟ كيف يكون يعني هو صائم وسافر وهو في الطائرة الآن، فكيف يعرف إذا مثلا هل يفطر أو هل كمان يمسك كمان؟ هذا كمان سؤال ثاني، هل يمسك كمان؟ هي سؤال مع سؤال. نعم. هي على كل موضوع الطائرة، وهذه للأسف يعني نحن لاحظناها في عدد من الطيران لما يحلقوا في الجو ويأتي المضيف ويحاول أن يقدم الطعام للناس ويقول لهم خلاص الآن بما أننا نحن فوق المدينة الفلانية، فوق القاهرة، فوق الرياض، فوق الخرطوم مثلا، يقول لهم خلاص نحن نفطر على الأرض. الصحيح أن الإنسان يمسك في المكان الذي هو فيه، سواء كان في الأرض يمسك معه الأرض، كان في الأجواء يمسك معه الأجواء. نعم. طيب، فهذا الذي مثلا تحرك من مدينة مثلا، نفترض أنه تحرك لحظة الإفطار فأفطر وصلى، ثم أقلعت به الطائرة مباشرة، فوجد نفسه بقي عنده في الجو الشمس موجودة وباقي ربع ساعة لتغيب. أيوة. هذا نقول له خلاص أنت أفطرت على الأرض ولا حرج عليك، أفطرت معه الأرض وصعدت إلى السماء، هنا أنت عليك حكم أهل الأرض. لكن هذا الشخص أمسك وقبل أن يعني باقي مثلا المغرب ربع ساعة نصف ساعة، وجد نفسه لما حلق في الأجواء زادت على الأقل مساحة القرص بالنسبة للشمس، زادت مساحة القرص بالنسبة للشمس، فهنا نقول بأن الشخص عليه أن يمسك ويفطر، عليه أن يمسك برؤيته للشمس. هو إذا كان يرى الشمس ويرى قرص الشمس ولا زالت الشمس موجودة فعليه أن لا
يفطر، إلا في حالة أنه مثلا خلاص طالت به المدة وهنالك تعب وهنالك ربما يعني يتعرض الإنسان إلى أذى، فهنا يفطر لكونه مسافر أو كونه مريض، لكنه لا يفطر لأنه مثلا على أرض معينة، فهو مثلا يقول والله أنا أفطر بما أن الناس تحتي في المكان المعين يفطرون فأنا أفطر. هذا تقريبا. هناك سؤال من أختنا بسمة أمل. شيخنا الفاضل، لو الميت عليه قضاء لأيام فطره ومرض ولا يعلم عدد الأيام اللي قدر له اللي يطعم فيها، على كل هذا يعني يقدر له بالأحوط مثلا. هم إما أنهم مثلا يشكون في عدد معين، مثلا يكون عندهم يقين تام بأن والله هو 10 أيام هذه أفطرها، ولكن شاكين في أنه والله هل أفطر 12 يوم 13 يوم ولا أفطر 10 أيام، نقول له احسبها 13 يوم وأبني عليها، فأبني على اليقين، الاختصار أبني على اليقين في موضوع الفدية. هناك سؤال من الشيخ أبو عبد الهادي، وكيف نفسر حديث من مات وعليه صوم وصام؟ إيش؟ أما في حديث يقول الشيخ أبو عبد الهادي، وكيف نفسر حديث من مات وعليه صوم صام عنه وليه. أيوه وليه. هذا الحديث ذكرت أنه حمل على صيام النذر، على الذين يمنعون النيابة في الصيام في النيابة البدنية في الصيام، حملوا هذا الحديث على النذر. فإذا كان الأمر على ومن حمله بإطلاق، على كل من حمله بإطلاق فإنه لا حرج، خلاص الذي يعتبر يجيز النيابة في الصيام ويجيزها كذلك في الزكاة. طبعا من الصعب الآن الحديث عن الصلاة لأنه ما في إنابة أصلا في الصلاة، دي محل اتفاق، لكن هل تلحق بالصلاة أيضا الصيام؟ هو عمل بدني لا يجوز أن يلحقه. على كل كثير من العلماء وخاصة منهم العلامة الشاطبي عليه رحمة الله من فقهاء المالكية ناقش هذه المسألة، ويرى أن مسألة الإنابة لا نتوسع فيها، حتى لو توسعنا في الهبات، يعني حتى لو توسعنا في الهبات أو ما يقوم به الإنسان من أعمال نوافل وغيرها من غير أن يكون مسألة ديون على الشخص. فهذا تقريبا الذي نقول به إن شاء الله. هناك سؤال من علي أحمد يقول: شيخنا ما حكم أن نفطر في نهار رمضان متعمد من غير أذان شرعي؟ الذي يفطر في نهار رمضان أول هو طبعا إثم كبير جدا، و يعني مرتكب لكبيرة من الكبائر، لأنه يعني اقتحم حرمة شهر رمضان. ويبقى بعد ذلك ما الذي يلزمه؟ فهنالك من اعتبر أن من يفطر متعمدا في نهار رمضان يلحق في الحكم بصاحب الجماع في نهار رمضان، ومحل الاتفاق أن من جامع في نهار رمضان فإن عليه القضاء وعليه الكفارة، صيام شهرين متتابعين. فمن ألحق الذي يفطر عمدا ألحقه بالذي جامع في نهار رمضان فإن عليه القضاء وعليه الكفارة، الكفارة. والذي لم يلحقه على كل بالجماع واعتبر أن الجماع دليله خاص وليس هنالك دليل، طبعا ألحق الطعام قياسا بما أنه اعتبر الصيام هو عبارة عن امتناع عن شهوتي البطن والفرج، وبالتالي عندنا حكم للجماع فنلحق به الحكم في الإفطار العادي. على كل هذا قال به يعني بعض المذاهب يأخذون بأنه عليه القضاء وعليه الكفارة. ما حكم إفطار من حكم يصوم كبار السن إذا أفطر وكان الصوم عليهم مشقة؟ بالنسبة لكبار السن موضوعهم سهل. إذا كان يشق عليهم الصيام، يتعبون لا يستطيعون، يزداد مرضهم إذا كانوا مثلا مرضى، فإن هؤلاء عليهم الفدية. والفدية تقريبا يعني في حدود 430 يعني كيلو إلا شوية، يعني لا نص كيلو إلا شوية من الطعام يصنع للفقراء ويطعمون، ويكون هذا بعد أن يمر اليوم، على الأقل يكون الإنسان فعلا أفطر يومه، فيبدأ مثلا في اليوم الأول أفطر وهكذا، ويمكن أن يجمعها في نهاية الشهر ويطعم الجميع يعني. طيب الحين الصائم هل يجوز له أنه يستعمل الفرشة والمعجون
هو صايم في نهار رمضان. ما في حرج في موضوع موضوع السواك في نهار رمضان، سواء كان بالفرشة أو كان فقط موضوع الفرشة طبعا التحوط فيه هو يعني الأفضل، لأنه خشية التسرب، خشية أن يتسرب المعجون مثلا إلى الحلق. فالأفضل أنه يعني يكون سواكه بالمعجون ليلا، ويمكن بعد ذلك أن يكون في نهاره بالمسواك العادي إن شاء الله. في سؤال جاي من فيسبوك، ود سليم يقول اليوم أكثر من البلد اللي أكثر توقيته من مكة 5 ساعات، فما يفعل بالفطر. ما في علاقة أصلا. أنا طبعا هذه واحدة من القضايا الإشكالية يعني، وللأسف الشديد تحصل بالذات لإخواننا في أوروبا وفي بعض البلدان اللي يحصل فيها امتداد، فيقولوا لهم مثلا تفطروا مع أقرب بلد، تفطروا مع مكة. هذا كله لا دليل عليه، كل ذلك لا دليل عليه. الصحيح أن كل بلد له إمساكه وله فطره، له إمساكه وله فطره. إذا كان هنالك عجز والإنسان لا يستطيع وغير قادر، فهنا خلاص له حكم العاجزين من مرضى، من عاجزين، من كبار سن، من غيرها. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن الحديث عن أن الإنسان يصوم مع مكة أو يصوم مع أقرب بلد ويفطر مع أقرب بلد، هذه ليس صحيحة. مسألة التقدير عموما وردت في الصلوات في آخر الزمان، يعني أقدروا لها قدرها. يعني هذا الحديث مرة ما ورد انه اللي يكون في اوروبا ايش يعني حق الصيام. يعني مثلا الناس يقولوا الحكم كذا، لا، هو كل اهل بلد لهم رؤيتهم، لهم امساكهم في الصباح ولهم افطارهم في المساء. مع الفجر تمسك مع الفجر طلوعه ومع الامساك حتى لو طالت. ما الان الناس تتفاوت، يعني نحن الان مثلا في بعض البلدان يكون التفاوت بينهم وبين مكة مثلا 4 ساعات، وفي بعض المواقع 7 ساعات، وفي بعض المواقع 8 ساعات، وهكذا. كل ذلك لا يؤثر، كل ذلك لا يؤثر. والصائم يكون مع شو اسمه، مع البلد، مع اهل بلده، صائم مع اهل بلده. ما في طريقة وعاجز ما ينقل نفسه الى اهل مكة، لا، ينقل نفسه الى فترة اخرى يكون فيها التوقيت بالنسبة له ربما يعني متيسر وسهل، في فترة مثلا غير الساعات نفسها تزيد أحيانا وتنقص بحسب الموسم مثلا. إذا كان في شخص لا يستطيع مطلقا أو تعرض أثناء صومه لحالة من الإرهاق أو التعب، فإنه هنا يمكن أن يفطر ويقضي إن شاء الله في أوقات لاحقة. هل يجوز أن نقدر الطعام بمبلغ ونعطيه المسكين نقدا؟ على كل الأفضل الإطعام. حتى طيب. لا يكون هنالك تصرف في المبلغ في أمور أخرى، فالمقصود هو إطعام مسكين. ما حكم أن نفطر مع الأذان وتبين الوقت قد دخل؟ على كل هذا طبعا لو مشينا في موضوع الأخطاء التي تحصل في هذا الموضوع، فيها على كل اختلاف فقهي موجود في المسألة، ولكن الذي نقول به في هذا البرنامج هو أن الإنسان الذي أخطأ خطأ غير متعمد فيه، الأصل أنه لا حرج. الذي أخطأ مثلا شرب ناسيا، أخطأ في التوقيت، سمع رادي فظنه مثلا آذان، أو إذاعة الدولة بكاملها مثلا أذن في خارج الوقت، فهنا نقول لا حرج على الإنسان إذا بقي له وقت يمسك فيه، وإذا لم يبقى له وقت فإنه إن شاء الله لا حرج عليه في هذا اليوم إن شاء الله. جزاك الله خير شيخنا. أيها المستمعون الكرام، نذهب إلى فاصل ونعود لكم بعد قليل بإذن الله. لمن صام وقام وطاف بالبيت الحرام، طوبى لمن صام وقام وطاف بالبيت الحرام. لم يكن الإعلام وليد عصر من العصور أو حضارة من الحضارات، فلا يوجد زمن من الأزمنة قديما أو حديثا إلا واحتل الإعلام مكانة فيه. ومن هنا انطلق راديو سلام مستخدما جميع الوسائل المتاحة على الأقمار الصناعية ومنصات البث على الإنترنت والتطبيقات، ليصل إلى جمهوره، ليكون وسيلة إعلامية مسموعة متخصصة في الشأن الإريتري، ويبث باللغتين العربية والتجرينية على مدار الساعة. راديو سلام يخاطب المجتمع الإريتري كافة بجميع مكوناته،
ويتفاعل مع قضاياه لترسيخ الانتماء وتجديد الوعي وتحقيق السلام والريادة، ويبث على الأقمار الصناعية والمنصات الإلكترونية كافة، وكانت أهدافه تعزيز قيم السلام والإخاء والتصالح والعيش المشترك، نشر قيم الإسلام وأخلاقه وتعزيز الأعراف والأخلاق الفاضلة، ترسيخ مكانة المرأة وتفعيل دورها في المجتمع والعناية بقضايا المرأة والطفل والشباب وكبار السن، المساهمة في التنمية ومواجهة الفقر والجهل وتوطين اللغة العربية. اكتمل بث راديو سلام على المنصات التالية: على القمر الصناعي نايل سات على التردد 12687، وعلى متجر الأندرويد والأبل، وعلى الموقع الإلكتروني سلامميديا61.com، وعلى جميع وسائل التواصل الاجتماعي. راديو سلام، سلام ووئام. طوبى لمن صام وقام وطاف بالبيت الحرام. طوبى لمن صام وقام وطاف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعود لكم بعد الفاصل. مرحبا بك يا شيخنا. أهلا وسهلا، مرحبا. هناك بعض الناس يسهرون الليل، اللي يسهروا في نهار رمضان ويفوتهم الصلوات اللي في حقت صلاة الظهر، أو يفوتهم الصيام ويتأخروا عن أداء الصلاة وكذا. فما حكم؟ وما حكم كمان من قصوا شيء نداء والصلاة وبعدين يجي في الثاني؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بالنسبة لمسألة الواجبات الشرعية، الله سبحانه وتعالى جعلها موقوتة، وخاصة الصلاة: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وكما أن الصيام له توقيت فكذلك الصلاة لها توقيت. وكما أننا نحرص على أن نحافظ على أوقات الصيام من حيث بدايته وانتهائه، فكذلك أيضا نحرص على أن تكون إن شاء الله صلواتنا في أوقاتها. وطبعا الصلاة هي الركن الأول في الإسلام، وبالتالي التفريط فيه، وربما يعني لا نجد ربما ركن من أركان الإسلام حصل فيه من الوعيد الشديد والوعيد بالويل والوعيد ربما حتى بالتكفير مثل ما هو في الصلوات. وبالتالي نحن ننصح إن شاء الله كل المسلمين الذين يستمعون إلينا أن يحافظوا أولا على صلواتهم، وأن يحافظوا على أوقات صيامهم، وألا يشغلهم شيء عن شيء، خاصة هذه فرائض ويجب أن لا نتساهل فيها. لو افترضنا أن البعض يساهر، اليوم الحمد لله الوسائل كثيرة جدا التي تجعل الناس مثلا يستيقظون، فعليه الإنسان إما أن يكلف من معه من السكان، أو يعمل على الأقل يضبط ساعة المنبه بحيث على الأقل لا يفوته الفرض، وخاصة الفرائض المضيقة اللي وقتها مضيق مثل صلاة الفجر. يعني للأسف الشديد كثير من الناس يساهر وينام مثلا قبل الفجر بقليل وتفوت عليه صلاة الفجر. يعني بعض الصلوات ربما قد يكون من السهل، يعني لو افترضنا أن الشخص ساهر ليله كله ثم نام بعد الفجر، فيمكن في تقدير أن يقوم على الأقل يلحق صلاة الظهر بقدر الإمكان، يستطيع أن يلحق. لكن الصلوات المضيقة، صلاة المغرب، صلاة الفجر، هذه تحتاج إلى عناية خاصة واهتمام خاص حتى لا تفوت على الإنسان، يفوت عليه الوقت، وإذا فات عليه الوقت فإنه دخل في الإثم، دخل في الإثم. وبالتالي نحن إن شاء الله ننصح أن أولا لا يضيع الناس عموما أوقاتهم بغير فائدة، خاصة في شهر رمضان. ولو ساهر أيضا يجب أن يكون سهره فيما ينفع وفيما هو خير، سواء كان في نافلة، في قراءة القرآن، في مدارسة العلم. عليه على الأقل أن يكون مستفيدا من وقته، ولكن على أن لا يؤدي ذلك إلى ضياع ما هو أولى وما هو أهم. فالفرائض بالنسبة له لا شيء يعدلها. يعني أحب شيء إلى الله سبحانه وتعالى أن الإنسان يأتي الفرائض في وقتها، ويأتي إن شاء الله يعني بعد ذلك من النوافل ما شاء، ما كتب الله له.
في السؤال جاء من الفيسبوك من إدريس عثمان، هل يصح قيام الليل بعد ذا الوتر؟ يعني دحين الناس يصلوا مثلا في البيت أو مع المسلمين، صليت أنا في مسجد مثلا مع إمام وصلى الوتر وأبغى أصلي كمان، أبغى أزيد مثلا في قيام الليل، فهل يصح إنه أقوم ما شاء الله ولا خلاص أنا كذا مقيد انتهت نعم، بالنسبة لصلاة الوتر الحكم فيها يتفاوت. من الناس من يستطيع مثلا أن يؤخر وتره ويستطيع أن يقوم، فهذا ينصح بأن يجعل وتره في الآخر، تمام، لأنه لا وتران في ليلة، ولأنه اجعلوا آخر صلاتكم وترا. نعم. فننصح هذا أن يكون على الأقل متأخر. ولكن هنالك من هو ضعيف، وهنالك مثلا من حتى في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من نصحهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعجلوا بوترهم، أن أعجل الوتر، أظنه أبو ذر. فهذا لأنه كان ينصح من النبي صلى الله عليه وسلم بأنه والله عجل بوترك قبل أن تنام، عجل بالوتر. فالذي مثلا لا يخشى أن لا يستيقظ أو متعب ومرهق فينصح بأنه يعجل بالوتر، فإذا استيقظ مرة أخرى فلا حرج عليه أن يصلي سواء مع الناس أو بنفسه، ولكنه لا يجعل وتر آخر. الوتر انتهى وختمت به صلاة يومه وكانت آخر صلواته، لكن استيقظ وأراد أن يصلي، نقول له صلي مثنى ولا تأتي بوتر ثاني في نفس الليلة. طيب، برضو جزاك الله شيخ حسن، برضو في سؤال برضو من برهان الدين جابر، برضو عن مسألة المسافر وكذا. يقول الناس هل يجوز برضو للصائم أن يأخذ بالرخصة، مثلا واحد سافر من استراليا للسودان لفترة طويلة، هل يأخذ بالرخصة للصائم ولا لا؟ والرخصة متاحة للمسافر، رخصة متاحة له، ولكن العزيمة أفضل. نعم. أيوة، يعني في مسألة الصوم أنت عندك الرخصة أن تفطر، تمام، ما دمت مسافر، وارتبطت الرخصة بكونك مسافر بغض النظر متعب ما متعب، ما عنده علاقة. كونك مسافر يسري عليك حكم السفر. تمام. حكم السفر أنك تقصر وأنك أيضا تفطر إذا أحببت، تفطر إذا أحببت. طيب شخص قال والله أنا ما أريد أفطر، فهذا أتى عزيمة، والعزيمة لا حرج يعني بل هي الأفضل، لأنه أتى بالفرض على الأقل في وقته، وأن يأتي الشخص الفرض في وقته ما لم تكن هنالك متاعب وأمور أخرى ربما تؤثر عليه، فالأفضل أن الإنسان يكون صائما في سفر. لكن إذا طال به السفر ورأى بأنه سيتعب، فالرخصة في حقه هي الأولى. جزاك الله خير شيخنا. وفي حديث حقت الله يقول الله يحب أن تأتوا الرخص وكذا، فكيف؟ هي الأخذ بالرخصة محبوبة. الأخذ بالرخصة بمعنى الشخص لا يزهد في رخص الله، يعني الله سبحانه وتعالى أعطاك مجموعة رخص، فهذا حكم وهذا حكم، والله عز وجل يحب أن تؤتى أحكامه كلها، لكن لا يعني أن الرخصة أحب إلى الله من العزيمة. لا يعني أنها أخذ، لكن يعني شخص لا يأخذ بالرخص في الصيام، ولا يأخذ بالرخص في حياته العادية، فهذا طبعا يذم، لأنه كأنما موضوع الرخص هذا لا يريد أن يأخذ به، فهذا هنا يعني مشكلة، لأن الله يحب أن يراك أحيانا في موطن الرخصة، وأحيانا يراك في موطن العزيمة. فهذا حكم لله محبوب وهذا حكم لله محبوب، والإنسان يتقلب بين أحكام الله تبارك وتعالى عزيمة أو رخصة، فما في إشكال في الجمع إن شاء الله. جزاك الله خير شيخنا. طيب ما حكم اللي صايم وما يصلي، يعني لا يصلي، الصائم الذي لا يصلي، ايش حكمه هذا؟ اولا نحن عموما ننصح كل مسلم وفقا لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه، حديث متفق عليه: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله لمن استطاع إليه سبيل. فهذه الأركان الخمس ننصح بها بأنها أول يجب على كل مسلم أن يأتي هذه الأركان، باعتبار أن لا يسمى الشخص مسلما إلا إذا أقام الأركان، وخاصة على القول الذي يقوله أهل الإيمان في تعريفهم. تعريف الإيمان هو الإقرار بالقلب والنطق باللسان والعمل بالأركان. فالعمل بالأركان منهم من قال الأركان الخمسة يعمل بها كلها، ما أتيت بالأركان الخمسة فإنك لم تدخل في مسمى الإيمان
الذي يدخل فيه مسمى العمل، الإيمان يدخل فيه مسمى العمل. ومنهم من قال أدنى مستوى أو أدنى حد يتحقق به العمل بالأركان أنك تأتي الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فمن قال بتكفيره وخاصة هذا هو الصحيح الراجح، أن الإنسان إذا كان تارك للصلاة مطلقا لا يصلي مطلقا فهذا كافر. ولكن هنالك من يسمى مضيع للصلاة، يعني هنالك أحاديث الصلاة وردت فيها 3 مصطلحات: حافظ عليها، تارك للصلاة، مضيع للصلاة. صحيح. مضيع. المحافظ هو الذي يأتي بالصلاة في أوقاتها وشروطها وضوابطها وكل شيء ما شاء الله محافظ عليها، فهذا نور وبرهان يوم القيامة. الحمد لله. الذي يضيع الصلاة بمعنى يصلي أحيانا ولا يصلي أحيانا، ويفرط في الشروط، يجمع بين الصلوات، فهذا مضيع تحت الوعيد: ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. هذا يسمى مضيع. الشخص الذي لا يصلي مطلقا فهذا هو الذي تنطبق عليه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. هذا النوع لا ينفع معه صيام ولا غيره أبدا، لا ينفع. لكن بالنسبة للمسلم العاصي أو المضيع، أحيانا يصلي أحيانا يترك أحيانا، فهذا يقبل منه الصيام، يقبل منه الصيام، ولكن على خطر عظيم في أنه مضيع لفريضة مهمة جدا وهي فريضة الصلاة. ونحن عموما ننصحه: ما دمت حريص على الصيام عليك أن تؤدي أيضا الصلاة في وقتها، الصلاة في وقتها، وبذلك إن شاء الله يلتئم شمل النصوص يعني إن شاء الله. جزاك الله خير شيخنا. سؤال من عثمان محمد: ما حكم السحور أول ما يرفع الأذان؟ هل ينتهي من شرب المويه أو ينتهي من سحوره من أكله، ولا يكمل مع الأذان هو السحور؟ عموما أنا ذكرت قبل كده في الحلقات الماضية، ذكرت بأن الإنسان الأصل وفق قول الله تبارك وتعالى: تلك حدود الله فلا تقربوها. قلت الأفضل للإنسان أن يترك مسافة على الأقل 5 دقائق بينه وبين الأذان، لأنه إن وقف على الحد فإنه اقترب منه، بل خلاص يعني الذي يكون مع الأذان وقف على الحد. فإذا كان هذا الشخص خلاص ما كان يأكل ويشرب وفجأة الأذان أذن، إن كانت أمرا يسيرا يكمله، كان حاجة بسيطة يعني شراب مويه مثلا كوباية في يده، يكمل التي في يده، ولكن لا يدخل على برامج جديدة، يعني ما يمشي ويفتح الثلاجة وينزل، لا. لكن اللي في اليد مثلا عنده شراب معين في يده يكمله ولا يقطعه، مع نصحي دائما أن الإنسان عليه أن يضع مساحة قبل الأذان. وهناك سؤال من عبد الله، إنه شيخنا الفاضل: هل يجوز دفع الزكاة نقدا، زكاة الفطر لما تأتي وقتها، هل تدفع نقدا ولا تدفع طعاما؟ لأن الله سبحانه وتعالى سماها هكذا: طعام مسكين. فإما أنه يعطي الشخص حتى لو أعطاه المبلغ يكلمه ويشترط عليه أنها طعام، تمام، ولا يجوز تصرف فيها أبدا. ولو أراد أن يطمئن أكثر يذهب ويأخذ طعامه ويعطيه طعاما، حتى لا يتصرف الشخص في المال في وجهة أخرى. وما حكم صيام المرأة الحامل والمرضع، وهل يجب عليها الصوم؟ هي على كل موضوع الحامل والمرضع عندنا حالتين: الحامل إما أن تخشى على نفسها وولدها، وكذلك المرضع إما أن تخشى على ولدها. الحامل قد تخشى على نفسها وقد تخشى على جنينها، وهذه طبعا مسألة طبية على كل موضوع، إنه هل الجنين يتأثر أو لا يتأثر، هي مسألة طبية. الطبيب هو الذي يحدد إنه والله مثلا هل سيتأثر الجنين، يعني إذا كان خوفه على الجنين هذه يحسمها الطبيب هو الذي يحدد لها إنه والله الصوم يؤثر على الجنين. هي قد تحدد وضعها الخاص، هل والله الصوم يؤثر عليها أو لا يؤثر عليها. ففي كل الأحوال على كل موضوع الحامل والمرضع عندهم يعني لهن الرخصة، وعليهن بعد ذلك القضاء. عليهن القضاء إلا في حالة واحدة، دعني أيضا أقول، وهذه طبعا مذهبي الخاص يعني الذي أفتي به. ربما بعض النساء تتتابع حالات الحمل والرضاع عليهن، حتى برضو ما نترك هذا الموضوع. يعني امرأة
هذه السنة حامل، السنة اللي بعدها مرضع، السنة اللي ثالثة أنجبت طفل جديد، وهكذا. فهنا على كل لا بد من النظر في أمر هذا النوع من النساء، وهذه على وجه التحديد أنا أقول عليها حتى ييسر الله أمرها نلحقها بالشيخ الكبير، نلحقها بالشيخ الكبير ونلحقها بالعجزة، ما دام أنها هي متتابع فيها ما قادرة يعني وتمر عليها 3-4 سنوات، فلا نقول هذه تنتظر بل عليها الإطعام. وهذا على كل مذهب عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر، فعلى الأقل في هذه الحالة نفتي بهذا المذهب تيسيرا على النساء اللائي يتتابع عليهن الحمل والرضاعة، تفطر وعليها الإطعام. وإيش هي وما هي الكفارة؟ نفس الإطعام، نفس اللي هو اللي ذكرناها، إطعام المساكين، نفس الإطعام اللي هو ذكرناه للشيخ الكبير، نفسه في حدود نص كيلو تقريبا من طعام أهل البلد، إن كان قمح ولا كان رز ولا. نعم. هناك سؤال، هناك بعض النساء تتعمد أخذ الحبوب منع الحمل لتأخير الحيض إلى ما بعد رمضان، فهل هذا جائز؟ ومن حيث أنه جائز بمعنى أن إذا أخذت هي الحبوب، إذا أخذت الحبوب تلقائيا ستوقف الدورة، وبالتالي نحن الآن لسنا أمام دورة فنحكم على أنه هي لا يصح منها، خلاص قطعت الدورة. لكن قد يترتب على هذا النوع من التعاطي للحبوب ترتب عليه مخالفتان. المخالفة الأولى أحيانا يمارسن بعض النساء هذا الأمر دون علم الأزواج، مثلا تأخذ حبوب وزوجها قد لا يريد منها أن تأخذ حبوب مثلا. الحالة الثانية ما يترتب كما ذكرت من أخذها للحبوب أنها قد تمرض، قد يحصل لها إشكالات في الدورة نفسها. فعلى كل ما دام أن الله سبحانه وتعالى أعطى المرأة رخصة في فترة الحيض، فإن الأفضل لها أنها فترة الحيض تفطر ثم تقضي في أوقات أخرى. لكن افترضنا أنه أخذت الحبوب وقطعت الدورة، فهنا الحكم أنه خلاص ما عليها حرج. جزاك الله خير شيخنا. نذهب إلى فاصل ونعود لكم بعد قليل أيها المستمعون الكرام. طوبى لمن صام وقام وطاف بالبيت الحرام، طوبى لمن صام وقام وطاف بالبيت. لم يكن الإعلام وليد عصر من العصور أو حضارة من الحضارات، فلا يوجد زمن من الأزمنة قديما أو حديثا إلا واحتل الإعلام مكانة فيه. ومن هنا انطلق راديو سلام مستخدما جميع الوسائل المتاحة على الأقمار الصناعية ومنصات البث على الإنترنت والتطبيقات ليصل إلى جمهوره، ليكون وسيلة إعلامية مسموعة متخصصة في الشأن الإريتري، ويبث باللغتين العربية والتجرينية على مدار الساعة. راديو سلام يخاطب المجتمع الإريتري كافة بجميع مكوناته، ويتفاعل مع قضاياه لترسيخ الانتماء وتجديد الوعي وتحقيق السلام والريادة، ويبث على الأقمار الصناعية والمنصات الإلكترونية كافة، وكانت أهدافه تعزيز قيم السلام والإخاء والتصالح والعيش المشترك، نشر قيم الإسلام وأخلاقه وتعزيز الأعراف والأخلاق الفاضلة، ترسيخ مكانة المرأة وتفعيل دورها في المجتمع والعناية بقضايا المرأة والطفل والشباب وكبار السن، المساهمة في التنمية ومواجهة الفقر والجهل وتوطين اللغة العربية. اكتمل بث راديو سلام على المنصات التالية: على القمر الصناعي نايل سات على التردد 12687، وعلى متجر الأندرويد والأبل، وعلى الموقع الإلكتروني سلامميديا61.com، وعلى جميع وسائل التواصل الاجتماعي. راديو سلام، سلام ووئام. طوبى لمن صام وقام وطاف بالبيت الحرام، طوبى لمن صام وقام وطاف بالبيت الحرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعود لكم بعد الفاصل. نرحب بشيخنا الشيخ حسن. السلام عليكم. سهلا مرحبا. أتانا سؤال من الفيسبوك من
إدريس عثمان، صلة الرحم، هل الصائم وهو صايم وفي ناس متخاصمين معه، فهل يقبل صومه ولا لا يقبل صومه؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الصوم من حيث هو صوم، والصلاة من حيث هي الصلاة، نحكم عليها بشروطها وبأركانها. فالصوم كصوم ما دام أن الشخص التزم فيه بالأركان والتزم فيه بالشروط، نحكم عليه على الأقل في دنيانا بأن صومه إيه؟ صحيح. صومه صحيح. الصوم من حيث هو صحيح. يبقى قضية أنه بعد ذلك يقبل عند الله سبحانه وتعالى. ما هي شروط القبول؟ هل المتخاصمين ترفع أعمالهم أو لا ترفع أعمالهم؟ لأنه أحيانا قد يكون العمل مقبولا ولكنه لا يرفع إلى الله. هذه برضو يعني قضية يعني بعض الناس تختلط عليهم. يعني لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لا يرفع صيام فلان، لا يرفع صلاة فلان، هذا لا يعني أنه لا صيام له أو لا صلاة له، لكن فيها تحذير بأن الأعمال التي رفعت إلى الله نالت القبول ونالت الفضل والرحمة. وأما هذا فإنه على خطر عظيم، لأنه ارتكب مانع على الأقل من موانع رفع الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. فهو على كل جمع عملا صالحا وآخر سيئا، ننصحه بأن لا يعني يعمل على قطيعة رحمه، وخاصة قطيعة الرحم مقترنة بالإفساد في الأرض. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. يعني تقطيع الأرحام مقترن بشكل مباشر بالإفساد بالأرض، وهو من الكبائر على كل. قطيعة الرحم هي من الكبائر. لكن الصوم من حيث هو يعني فقهيا ما عليه شيء، الصوم ما عليه شيء، مثل من يكذب وهو صائم ويكون عنده غيبة وهو صائم. هذا مقصود الصيام ما تحقق. هذا النقول مقصود الصيام لعلكم تتقون، يعني كتب عليكم الصيام في النهاية لعلكم تتقون. فالتقوى ما تحققت مع قطيعة الرحم، والتقوى ما تحققت مع الكذب، والتقوى ما تحققت مع أكل أموال الناس بالباطل. هذا كله معناها يؤدي الإنسان صلاة ولا تؤدي إلى نتيجة اللي هي تنهى عن الفحشاء والمنكر، ويصوم ولا يؤدي صيامه إلى أيضا مقصود هذه الشعيرة. فنحن تكلمنا أظن في حلقات سابقة في برامج أخرى حول أن الصيام المقصود منه في نهاية المطاف ليس أن الله يتعبنا ويعذبنا ويحرمنا، بقدر ما هو مقصود أن الله سبحانه وتعالى يهذبنا ويزكي نفوسنا. فإن الإنسان لا يحق له أن يصوم ويمنع نفسه من الطعام والشراب طاعة لله، ولكنه لا ينظر إلى أن الله هو عاصي لله في أنه يقطع رحمه. فإذا أنت منسجم مع نفسك، والصيام يعلمنا الانسجام ويعلمنا أن الإنسان يكون ظاهره وباطنه سواء وليس متناقضا، فهو يتلقى أوامر الله كلها بشكل موحد، كما أنه يتلقى الشعائر، يتلقى المعاملات. الشعائر قال لك صوم صمت، قال لك صلي صليت، قال لك حج حجيت. طيب قال لك لا تقطع الرحم، قال لك لا تكذب على الناس، لا تأكل أموال اليتامى، لا تأكل الربا. هذا أمر لله وهذا أمر لله. فالإنسان إن شاء الله عليه أن يعني يؤدي واجباته كما أمر الله سبحانه وتعالى، وينتهي كذلك عما نهى الله عز وجل عنه. جزاك الله خير شيخنا. في سؤال من سوسن محمد، في شو اسمه ملكية المنزل، وهل لها زكاة؟ ملكية المنزل إن قصد بها أن شخص مالك لبيت، فينظر إلى هذا المالك إن كان مما يستخدم ساكنه هو مسكن واحد من أقربائه يعني للاستخدام، هذا ليس عليه زكاة. لكن بعض الناس يكون عندهم عقارات مخصصة للتجارة، مخصصة للاستثمار، هذا تكون الزكاة في عائداتها. تكون الزكاة في عائداتها، بمعنى أنا أجمع الأموال وتأتي هذه الأموال فيمر عليها الحول فأزكيها. أو بما يسمى بزكاة أيضا عروض التجارة، بمعنى أن الشخص يعني شغال أعمال تجارية في نهاية العام يجرد كل هذه الأعمال ويطلع منها أيضا إيه الزكاة. لكن البيت المستخدم بس لأن الشخص مالك للبيت ليس عليه زكاة بهذا الاعتبار، لأنه قد أملكه وأكون ساكن فيه، أو أملكه وأكون موقفه لناس فقراء وغيره، فهذا ليس عليه زكاة. ليس عليه زكاة. ما حكم المرأة إذا ظهر عليها الحيض وهي في نهار رمضان، وما حكم إذا ظهر عليها قبل الفجر؟ بالنسبة للحائض نحن ذكرنا في حلقاتنا الماضية أن أي حائض بمجرد يعني أول حائض قلنا مانع من موانع إيه؟ موانع الصوم والصلاة. طبعا. بمجرد أن ظهر على المرأة في أي لحظة
ظهر عليها الحيض انقطعت شعيرة الصلاة وشعيرة الصيام، انقطعت. يعني لو افترض أن المرأة صائمة إلى باقي 10 دقائق لأذان المغرب، جاءتها الدورة، ينقطع الصوم. كانت مثلا هي على حيض وباقي 5 دقائق من صلاة الفجر، من أذان الفجر، طهرت وشعرت بأن الدم انقطع وطهرت، يجب عليها الصيام. فالمسألة تدور مع الدم. إذا كان الدم مستمر وموجود تتوقف عن العبادة، يحرم عليها الصيام. تحصل أحيانا كما ذكرنا، أحيانا تكون المرأة صائمة في نص النهار يجيها الدورة تقطع، جاءتها في آخر اليوم تقطع، طهرت ما قبل بداية الفجر أيضا تدخل في الصيام ويجب عليها الصيام هذا اليوم. وأثناء فترة الحيض هل يجوز وهي في حائضة يعني تقرأ قرآن والكتب الدينية؟ على كلنا المشهور للأسف الشديد من أقوال الفقهاء أن المرأة الحائض لا تقرأ القرآن وهي حائض، لكن الصحيح أن الحيض يجوز معه القراءة ولا يجوز معه مس المصحف. نفرق بين المرأة أن نمنعها من تلاوة القرآن وبين أن نمنعها من أن تمس المصحف. تمس المصحف متفقين، يعني ما تمس المصحف وهي حائض، لكن هل تمنع من التلاوة والقراءة وهي حائض؟ كل الأدلة التي استند إليه المانعون هي دليل القياس، ولا يصح دليلا صحيحا صريحا يمنع المرأة من أن تقرأ القرآن وهي حائض. يعني دليل صريح وصحيح في أحاديث ضعيفة ربما استند إليه البعض. وشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، وهو مذهب المالكية ورواية عن الإمام أحمد بن حنبل، في أن الحائض تقرأ القرآن. واستند ابن تيمية عليه رحمة الله في هذا الأمر إلى أن هذا مما عمت به البلوى، ما تعم به البلوى. يعني كان الصحابيات مشهورات بأنه مثلا يعني مرتبطين بالقرآن والنساء يحضن. لم نجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم امرأة قالت والله منعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أمهات المؤمنين ولا الصحابيات الأخريات، بأنه والله النبي أوقف أن يقرأنا القرآن وهن حيض. إلحاق الموضوع بالجنب ليس صحيح، هكذا يقول ابن تيمية عليه رحمه الله، أن نلحق المرأة الحائض بالجنب. يقول الجنب هذا وقت محدود وقادر أن يرفع الجنابة عن نفسه، أما هي وقتها متصل وممتد لفترة 7 أيام 8 أيام 5 أيام، فترة طويلة، وليس بمقدورها أن ترفع عن نفسها هذا الأمر. فأن نقيس هذا مع هذا قياس مع الفارق. وبالتالي قياس الذين ذهبوا إلى القول بأن المرأة الحائض تلحق بالجنب في عدم تلاوة القرآن هذا ليس صحيحا. والصحيح الذي ننصح به إن شاء الله الأخوات ونفتي به في منابرنا إن شاء الله هو أن المرأة تتلو كتاب الله سبحانه وتعالى آناء الليل وأطراف النهار، بس بشرط أن لا تمس المصحف. هنا في شيء إضافي، وهو أنه لا يقاس كذلك قراءة القرآن من الجوال على تلاوة القرآن من المصحف. فيمكن للمرأة أن تتجنب المصحف وتقرأ من الحالة الإلكترونية كأنما تقرأ من ذاكرتها، كما أنها تقرأ من الذاكرة يمكن أن تقرأ أيضا من من المصحف الرقمي. المصحف الرقمي ليس كالمصحف اللمس في حكمه. هذا هو الصحيح، يعني لا يلحق المصاحف الرقمية اللي في الموبايل لا تلحق بالمصحف الورقي. هذا هو الذي إن شاء الله يعني ننصح به الناس، وبالتالي نرفع على النساء على الأقل. وهو مذهب كما قلت به يقول به الإمام مالك، ويقول به رواية عن الإمام أحمد بن حنبل، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، ورجحه العلامة الشوكاني، في أن المرأة تقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى ولا تتوقف عن القراءة. جزاك الله خير شيخنا وثابك الله وراك. ونختم حلقتنا اليوم. شكرا لكم أيها المستمعون الكرام على حسن المتابعة. نلقاكم إن شاء الله في الحلقات القادمة يوم الأربعاء القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتى رمضان يهدينا السرورا ويملأ أرضنا عطرا ونورا، فكم غمر القلوب عظيم شوق وأيقظ في ضمائرنا الشعورا، ليأتي موعد اللقيا عجوبا.
خيولا بالفجر السعد قلدنا النحورا. إذا جاء اللقاء فذاك عيد نعد له الليالي والشهورا. سنحتلب الليالي فيض خير وننزع من دياجيها الشرورا. فتنطلق السعادة في دلال لتغزل من بشاشتها الحبورا. ففيها النور مؤتلق بديع ويدرأ عن عزيمتنا الفتورا. أتى رمضان والأنفاس حرا وجيش الصبر قد ملك القصورا. خيول السابقين لها اندفاع تطالع في المدى خلدا وحورا. وأخزى الناس في رمضان شخص أضاع لأجل شهوته الأجورا. فإن أغراك لهو أو تصاب تذكر إن تناسيت القبورا. وداوي بما استطعت سقام قلب عسى يطوي المصاعب والثبورا. جهاد النفس لو تدري عسير وخير الناس من أمسى صبورا.